العميل بيقول لا لخمس اسباب. معظم المياعين بيفتكروا ان العميل بيقول لا علشان المنتج مش كويس او ان السعر غالي، بس بعد السنين دي كلها والبيعات اللي عملتها والبياعين والعملاء اللي اتعاملت معاهم، الكلام ده مش صح خالص. اول لا ان هو مش فاهم القيمه اللي هياخدها منك اصلا. تاني لا ان هو مش واثق فيك انت شخصيا، ودي مشكلتك انت على فكره مش مشكلته. تالت لا انه مش شايف الالم او الحاجه الملحه اللي تخليه يشتري دلوقتي، ودي برضه مشكلتك، انت المفروض ان انت توريه حاجه زي دي. الرابع لا انه ما عندوش الصلاحيه انه ياخد القرار، وبرضه دي مشكلتك علشان انت ما بتسالوش في حاجه زي دي. خامس لا ان ما عندوش بادجت متاح. مش عايز اعيد نفس الكلام واقول ان برضه دي مشكلتك، ان انت ما بتحاولش تخلي الحاجات دي واضحه وانت بتتكلم معاه. بس الخلاصه ان انت لو عرفت سبب اللا او الاعتراض اللي بيتقالك، ساعتها بس هتعرف تساعده. ولو ما عرفتش هتفضل تضبش وتخبط في الضلمه كده ومش هتبقى فاهم حاجه. بس اكتبوا لي بقى في الكومنتس ايه اكتر لا بتسمعوها من العملاء.